مشاهدينا في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون الدولة إريتريا، نسهلها بالعناوين. تنصيب راعي الكنيسة الأرثوذكسية نيافة الأنبا باسيلوس الأول. وزارة الدفاع تكرم لاعبي نادي دندن الرياضي. جهود لضمان توفير المياه في إقليم عنسبة. الجيش النيجيري يقتل 79 مسلحا وخاطفا مشتبها فيهم. وزير الخارجية الصيني يدعو واشنطن للتعامل مع قضية تايوان بحذر. ومصرع 8 أشخاص بانفجار مصنع للذخيرة غرب الهند. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. جرت اليوم الأحد 26 من يناير في كنيسة القديسة مريم بأسمر مراسم تنصيب بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الإرثرية السادس قداسة الأنبا باسيليوس الأول. حضر حفل التنصيب الرئيس إسياس أفورقي والوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة والأساقفة ورجال الدين في البلاد وممثلو الكنائس الشرقية والسفراء والدبلوماسيون وممثلو الأديرة في الداخل والخارج وأساقفة أبرشية أسمر. وبعد مراسم التنصيب التي أقيمت بقيادة المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية الإرثرية تمت قراءة مختصرة لسيرة قداسة الأنبا باسيليوس. أدى كبار قادة وممثلو الكنائس الشرقية ورؤساء المنظمات المسيحية العالمية والإقليمية قداس نيابة عن كنائسهم وعربوا عن تمنياتهم الطيبة. وجرى في الختام قداس برئاسة قداسة الأنبا باسيليوس الأول. وبعد التبريكات انتقل قداسته إلى مقر البطريركية. وأوضح العلاقات الخارجية والشؤون البروتوكولية في مقر البطريركية القدس بركة كيداني بأن مراسم التنصيب حضره كبار قادة وممثلي الكنائس الشقيقة وهي مصر وروسيا واليونان والهند وسوريا وأرمينيا، بالإضافة إلى مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس عموم أفريقيا ومجلس كنائس شرق أفريقيا والبحيرات الكبرى وجمهورية أفريقيا الوسطى. وحضر أيضا مجمع كنائس شرق أفريقيا والبحيرات الكبرى رئيس العلاقات في البطريركية وقال القس بركة كيداني للشؤون الخارجية والبروتوكول. تجدر الإشارة إلى أن البطريرك السادس للكنيسة الأرثوذكسية الإرثرية تم انتخابه في 9 ديسمبر 2024 وفقا لقرار المجمع المقدس والقوانين العادية للكنيسة المقدسة. هذا وقد توفي البطريرك الخامس وراعي الكنيسة الأرثوذكسية في إرثريا قداسة الأنبا قيرلوس في 2 ديسمبر 2022 عن عمر ناهز 96 عاما بعد صراع مع المرض. كرمت وزارة الدفاع 11 رياضيا من ضمنهم 7 لاعبات من أعضاء نادي دندن الرياضي الذين تم اختيارهم بناء على الأداء الرياضي المتميز الذي أدوه في المنافسات الرياضية التي شارك فيها الفريق في عام 2024. وأفاد المدير المكلف لهيئة الإرشاد والترفيه لقوات الدفاع الرائد في الساحية التخلاي في كلمته أن التكرم نظم للمرة الثالثة لتكريم لاعبين من فريق كرة القدم والسلة إلى جانب الأولمبيين والدراجين. وتم تكريم 3 لاعب كرة قدم و4 أولمبيين و3 دراجين ولاعب كرة سلة 1 ومدرب 1. وتسلم قائد الأركان العام الفريق أول فيليبوس ولد يوحنس 14 كأسا فاز بها نادي دندن في موسم المنافسات الرياضية لعام 2024 بعد توزيع الجوائز للاعبين المتميزين في تلك الدورة. وأشاد اللاعبين الذين تم تكريمهم أن هذه المبادرة المعنوية تشجعهم للاجتهاد وتحفزهم للاستعداد للتنافس على المستوى الإقليمي والدولي. ذكر قسم المياه في إقليم عنسبة أنه يعمل بالتعاون مع إدارة الإقليم وإدارة الموارد المائية والمواطنين لضمان مصادر مياه الشرب الصالحة والآمنة في الإقليم. وأوضح مسؤول القسم السيد زرعي ولدة سائم أن المهمة الأولى في عام 2024 كانت بناء مشاريع جديدة في 9 قرى، ونتيجة لذلك
انتهى العمل في مشاريع هابرو صليم وهابرو صعدة وبامبيم ومجارح وقابقابو وقد وعد قرلبو، ويتوقع الانتهاء في الشهرين الأولين من هذه السنة من مشاريع أوروتا ومعلدي ودقي وفرحيتم. بالإضافة إلى ذلك جرت أعمال التحسين والتوسيع وتركيب الطاقة الشمسية في مشاريع مياه قبي ألبو وقرح وإبابة وعزفة وقربت ومزرت وهوش وحمدي وحشيشاي. وجعل مشاريع مياه حقات وحلحل وأسندة وحليب منتل التي كانت تعمل بالكهرباء ومحركات الضخ تعمل بالطاقة الشمسية أيضا. وذكر حفر الآبار الارتوازية في 90% من 13 قرية أجريت عليها الدراسات، داعيا إلى التنسيق والمشاركة القوية في مشاريع المياه لضمان استدامتها. وقال إن بناء السدود وبرامج الحفاظ على التربة والمياه تلعب دورا مهما في تأمين المياه السطحية وتنمية المياه الجوفية. نظم فرع اتحاد المرأة في الإقليم الأوسط سيمينارا لعضوات قوات الدفاع ومكتب إدارة قيادة الأركان الإريتريا ببلزة يوم أول أمس 24 من يناير الجاري تحت شعار أهمية القيم والثقافة العمل للشباب. وأوضحت مسؤولة الفرع السيدة إلسا ولد جابر أنه تم تنظيم هذه الفعالية بالتنسيق مع لجنة نساء وزارة الدفاع بهدف رفع الوعي والتنظيم لعضوات الاتحاد. وقدم الشاب هبتوم الرأي القادم من المكتب المركزي للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة شرحا مفصلا مصحوبا بعرض من الصور، وقد تطرق إلى تعزيز الدور المسؤول للمرأة الشابة في العمل والثقافة الإنتاجية. وحثت مسؤولة لجنة الاتحاد فرع الإقليم الأوسط الرئيس صالح الشابات على توارث الحس الوطني الدافع بالشجاعة البطولية التي شهدتها المسيرة النضالية الوطنية والتاريخية على حد سواء. وأوصت المشاركات الجهات المعنية لتنظيم فعاليات توجيهية مماثلة في كافة فروع الاتحاد نظرا إلى أهمية المحتويات التي تتطرق إلى تحسين الأداء العملي ورفع الإنتاجية المتعلقة بالتنظيمات العاملة. عقدت لجنة مراقبة الأنشطة التجارية غير المشروعة التي تتضمن مختصين من قسم السياحة والتجارة والصناعة وإدارة مدينة عصب لقاء مع أصحاب المحال التجارية في 24 من يناير الجاري لمناقشة جودة الخدمات المقدمة في محلاتهم. والتزم اللقاء بترسيخ واتباع الإعلان التجاري رقم 132 لعام 2024 الذي يحدد قواعد الرخص التجارية والجودة والأصول التجارية والفواتير ومواضيع إدارية ذات صلة. وتناولت المناقشات للقيام بالأنشطة التجارية دون تصاريح رسمية ورفع أسعار الخدمات دون تلك المحددة وتخزين المنتجات غير المبررة وبيع مواد منتهية الصلاحية بتذكير المشاركين تجنب تلك المخالفات التي تتعرض على المراقبة الدورية من قبل اللجنة المختصة والتعرض إلى العقوبات المالية وأخرى تصل إلى إغلاق المحلات. وأشار المشاركون إلى أهمية لقاءات مماثلة حيث تساعد على مكافحة الأفعال التي تنتج عن النقص المعرفي وعدم فهم الوضع القانوني والإداري للأنشطة اليومية بشكل واعي. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أعلن متحدث باسم الجيش النيجيري إدوارد بوبا عن اعتقال 252 فردا وتحرير 67 رهينة من سيطرة المسلحين في عملية على مستوى البلاد، بينما قتل خلال الأسبوع الماضي 79 مسلحا وخاطفا مشتبها بهم. وأشار بوبا إلى أن جنود الجيش النيجيري قتلوا 79 مسلحا وخاطفا مشتبها بهم خلال الأسبوع الماضي، وذلك في عملية استهدفت تمردا مستمرا منذ عقود لمتشددين إسلاميين في شمال شرق البلاد، علاوة على هجمات تشنها مجموعات مسلحة مختلفة في شمال غرب البلاد. وأصبحت عمليات الخطف عملا متكررا في شمال غرب نيجيريا، حيث تستغل العشرات من الجماعات المسلحة الوجود الأمني المحدد في المنطقة لشن هجمات على القرى وعلى طول الطرق الرئيسية. جدير بالذكر
أن نحو 130 ألف عضو من جماعة بوكو حرام الإرهابية ألقوا أسلحتهم خلال الأشهر الخمسة الماضية، وذلك حسب ما ذكره رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع في نيجيريا الجنرال كريستوفر موسى. أبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الأمريكي ماركو روبيو أن على الولايات المتحدة أن تتعامل مع قضية تايوان بحذر، وذلك بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الصينية في أول تواصل بين الوزيرين منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه. ونقل بيان للخارجية الصينية عن وانغ قوله: لن نسمح أبدا لتايوان بأن تنفصل عن الصين، داعيا روبيو إلى التعامل مع المسألة بحذر وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وتايوان التي تحظى بحكم ذاتي تعدها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وتعارض أي اعتراف دولي بالجزيرة بوصفها دولة ذات سيادة، وتؤكد عزمها على إعادة ضمها مستقبلا حتى ولو بالقوة. أدى انفجار في مصنع للذخيرة في غرب الهند إلى مصرع 8 أشخاص على الأقل، ووقعت الحادثة في ولاية مهاراشترا في منطقة بهاندارا على مسافة أكثر من 800 كيلومتر من بومباي العاصمة الاقتصادية للهند، وتسببت بانهيار سقف المصنع. وقال وزير النقل البري الهندي إن الانفجار الذي وقع في مصنع الذخيرة أدى إلى مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 7 آخرين. وفي وقت سابق قال رئيس وزراء ولاية مهاراشترا ديفيندرا فانديفيس إن 14 عاملا على الأقل حوصروا داخل المبنى، وأن العمليات جارية لإنقاذهم. في الخبر الأخير قالت الفلبين إنها علقت إجراء مسح علمي في بحر الصين الجنوبي بعد أن واجهت سفن صيد تابعة لها مضايقات وسلوكا عدائيا من خفر السواحل والبحرية الصينية. وشهدت الآونة الأخيرة سلسلة من المواجهات المتصاعدة بين مانيلا وبكين في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. وقال خفر السواحل الفلبيني في بيان إن الصين نشرت 4 زوارق صغيرة لمضايقة السفينتين، وهما عبارة عن قاربين مطاطين نشرهما مكتب مصايد الأسماك لنقل أفراد إلى جزيرة ساندكاي. ولطالما اتهمت وسائل إعلام رسمية صينية الفلبين بانتهاك الأراضي الصينية بشكل متكرر في بحر الصين الجنوبي ونشر معلومات كاذبة والتواطؤ مع قوات خارج الحدود الإقليمية لإثارة المشاكل. نختم النشرة بتذكير بأهم وأبرز العناوين. تنصيب راعي الكنيسة الأرثوذكسية نيافة الأنبا باسيلوس الأول. وزارة الدفاع تكرم لاعبي نادي دندن الرياضي. جهود لضمان توفير المياه في إقليم عنسبة. الجيش النيجيري يقتل 79 مسلحا وخاطفا مشتبها فيهم. وزير الخارجية الصيني يدعو واشنطن للتعامل مع قضية تايوان بحذر. ومصرع 8 أشخاص بانفجار مصنع للذخيرة غرب الهند. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، دمتم في أمان الله.